باقي الزوايا وكذلك ثقة المريد بالشيخ. إذا كنت تعمم تقصد الحدث أو الاختلاف إذا وقع في زاوية معينة سيؤثر على كل الزوايا فقد أخطأت. لماذا أخطأت؟ أنا شيخ وعندي ما يزيد على 2,000,000 من الأتباع ولا تستطيع أن تؤثر عليهم، لأن بين المريد والشيخ سر. هذا السر الكل ينكر عليه. ما هو؟ هذا السر ظاهر. عندما يأخذ المريد بيعة يرى نور الله عيانا، يفارق الشيخ يبقى معه نور الله في بلده، في سيره، في سلوكه، في عمله. فكيف ستؤثر عليه؟ بماذا ستؤثر عليه؟ نحن كل الابتلاءات التي نمر بها أو نسمع عنها نعلم أنها امتحان من الله، هذا هو. فلا تزيدون إلا ثبات، وندعو الله أن يثبتنا على الإيمان، ولا نتبع أو نقارن أنفسنا بالغير أبدا. نحن نشتغل على نهج، ونهجنا واضح وأصوله مدونة ومقيدة بالكتاب والسنة، فلا نتأثر. لا أقولها أنا، هذا أقولها بقمة الثقة. هذا هو. لو كان تأثير ما وقع في زاوية أخرى تتأثر بهذه الزاوية لما وجدت هذا الجمع وما وجدت هذا اللقاء وما التقيت بالإخوان كما كل عام يلتقون ويجتمعون إذا أطال الله لهم العمر. ولكن ليس ربما يتأثرون من معهم. ومن يتأثر؟ من لم تبنى له ثقة مبدئية على نهجه وسلوكه في ذاك الطريق. فهذا على الأقل أتاه امتحان عليه أن يختبر درجة إيمانه ودرجة وصله بشيخه، إن كان هذا الإمام وهذا الشيخ له يعني قدوة ومسلك لطريق الهداية.